أكره أيضا كلمة التطبيع، لأنها لم تدخل اللغة العربية إلا بعد اتفاقية كامب ديفيد، لم تكن موجودة على الإطلاق. نحن هنا للتعبير عن موقفنا الثابت من الحق الفلسطيني، لا نتعرض للدول الأخرى، لهم اختياراتهم، لهم حساباتهم. نفضل الموت ورؤوسنا مرفوعة. نتوجه إلى الله تعالى في هذه الليلة بأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يعيننا على نصرتهم لاسترجاع أرضنا السليمة، لاسترجاع الحق الفلسطيني والمسجد الأقصى الذي قال تعالى عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.